الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نريد أن نوحد الخطاب، وهذا أمر ضروري بين كل المكونات من جرابلس حتى جنديرس حتى إدلب، لأن أهل إدلب والهيئة هناك دائما يتكلمون بالمحرر، ما يقولون مناطق المحرر، يتكلمون دائما في قضية المحرر وكأنه يعني المحرر هو كتلة واحدة. فإذا تعالوا حتى نحرر هذا الأمر ونوحد الخطاب. أول أمر ينبغي علينا جميعا أن نحارب الفكر التكفيري المتشدد، لأنه خطر علينا وعلى أولادنا ومستقبل أولادنا كذلك. فالفكر التكفيري مخيف جدا جدا، هذه قضية من الأهمية بمكان. الأمر الثاني ينبغي كذلك أن نعول عليه بشكل كبير. قضية تركيا هل هي عدو أم أنها صديق؟ يا أخوانا خلينا نفكر بعقل. ليس لنا في الدنيا أحد يساعدنا إلا تركيا. تقف معنا 4 ملايين سوري يعملون في تركيا، هذه حقيقة. بعدين من الحكمة ألا نكثر أعداءنا، أن نقلل، وهذا منهج نبوي تقليل الأعداء. تركيا رغم كل الأخطاء، والله أخطاء كثيرة، وأنا تكلمت مع المسؤول التركي والمسؤول عن المنطقة بكاملها، تكلمت عن المنسق وتدخله في كل شيء ورعاية الفساد وإلى آخره، ما تركت شيئا إلا وتكلمت به. فإذا تركيا ينبغي أن نعتبرها صديق ولا نحرض ضد تركيا. نطالب نحن بحقوقنا في هذا الأمر. هذه قضية كذلك من الأهمية بمكان. قضية الفساد، نعم، تعالوا تنحارب الفساد بكل أشكاله وصوره وشخوصه، وليس هناك من مانع. ولكن قضية المؤسسات، هذه المؤسسات هي من بناء الثورة، من مكتسبات الثورة، فنحن نبقي المؤسسات على ما هي عليه، ولكن نحارب الفساد فيها، سواء كان في الحكومة المؤقتة، في حكومة الإنقاذ، في الائتلاف الوطني، نبقي على المؤسسات ولكن نحارب الفساد. يا أخي ما عندنا مشكلة عبد الرحمن مصطفى، البحرة، الجولاني، هؤلاء مثلا كفاسدين، ما عندنا مشكلة بمحاربتهم والوقوف في وجههم تماما. هي قضية يجب أن نتفق عليها في هذا الأمر. بعد ذلك أيها الإخوة الأحبة، إذا تحققت هذه القضايا وتحققت هذه الأمور، فإذا تعالوا حتى نوحد الخطاب. لا تنزعجوا حينما نريد أن نقول عن فلان فاسد، وحينما نريد أن نغير البحرة ولا عبد الرحمن مصطفى ولا كذلك الجولاني، لأنه الجولاني في نظر أهل إدلب غالبهم وكذلك الموجودين في المحرر إنسان فاسد، قمة الفساد، وهذه حقيقة، بالإضافة للعمالة والخيانة وغير ذلك. إذا كان اتفقتم على هذه النقاط، فلماذا إذن لا نوحد الخطاب؟ فإذا الخطاب عند ذلك يكون واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.